الآن فريق مولودية وجدة في الشوط الثاني أفضل، في الشوط الثاني أفضل من المستوى الذي قدمه الفريق في الشوط الأول. ركلة حرة مباشرة، كريم بن عريف هو الذي يتولى مهمة التنفيذ. ركلة حرة مباشرة، سيبحث عن يانيس مراح وسيبحث عن بول فالير وسيبحث عن بقية اللاعبين الذين سيسعون للوصول لمرمى الحارس يحيى الفيلالي. هنا التنفيذ من كريم، جول 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 جول. الهدف الأول في اللقاء، الهدف الأول في المواجهة في الدقيقة 54. تغيير جديد في صفوف الفريق التطواني. هنا التنفيذ، ضربة رأسية، جول، ضربة رأسية، جول 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 جول. مع دخول أيوب البوعتلي ينجح الفريق التطواني في التسجيل وينجح الفريق في الوصول للمرمى. هدف التعادل وان أمين، لكن التدخل ما زالت الفرصة متواصلة دائما لعناصر ولمصلحة المولودية الوجدية. محاولة المراوغة من عبد القادر، قيبوع لبول فالير، بول يعود من جديد لقيبوع. ما زالت الفرصة متواصلة للمولودية، كرة في منطقة الجزاء العرضية، بول فالير السنغالي ينجح في التسجيل في الدقيقة 81. ينجح بول فالير ابن مدينة دكار.